المعاق مات، اتصرف ازاي واعمل ايه وابدا منين؟ حد من الاشخاص كان بيسالنا في التعليقات بيقول ان المعاق توفى، يعمل ايه ويبدا ازاي ويتصرف ازاي او يعمل ايه او ايه الورق اللي مطلوب. مبدئيا بعد وفاه المعاق بيتم حاجه اسمها نقل استخدام للورثه. الورثه طبعا اللي هم بيكونوا الزوجه او الزوج او الاب او الام او الاولاد او ايا ما يشمله اعلام الوراثه، فبيتم حاجه اسمها نقل استخدام وده بيكون في الجمارك. وعشان تروح الجمارك وما ترجعش، انا في الفيديو ده هقول لك ايه الورق اللي مطلوب منك علشان تجهزه بالكامل وتتوجه الى الجمارك التابع ليها السياره علشان هناك تعمل حاجه اسمها نقل استخدام. رقم واحد، اصل شهاده الوفاه مميكنه اللي هي الكمبيوتر لانه مش بيعتمدوا الورقيه. رقم اتنين، اصل اعلام الوراثه. رقم ثلاثة، اصل قرار الوصايه لو كان موجود في ورثه المعاق قصر. رقم أربعة، اصل رخصه السياره، فلو العربيه كانت مرخصه اكيد الرخصه بتاعتها موجوده فهيكون اصل الرخصه موجود معاك وتكون الرخصه ساريه. اما لو العربيه لم ترخص ما لقيتش نمر وما صدرش ليها رخصه او كانت مرخصه والرخصه بتاعتها انتهت، ففي الحاله دي هيتم استخراج شهاده بيانات موجهه للجمارك اللي انت تابع ليها. رقم خمسة، توكيل من جميع الورثه اللي يشملهم اعلام الوراثه لوريث منهم علشان يتعامل مع مصلحه مع مصلحه الجمارك. رقم ستة، احضار السياره للجمارك للمعاينه ورفع البصمه، ده ضروري جدا ومهم جدا العربيه تكون معاك علشان بيعينوها وبيتم رفع البصمه. رقم سبعة ودي لسه جديدة، إحضار شهادة مخالفات لو العربية كانت مرخصة وصادر ليها رخصة تسيير من المرور، فبيتم استخراج شهادة مخالفات على الأقل يتعدى عليها أسبوع. رقم 8، صور بطايق الورثة ويكون بطايقهم سارية، بالإضافة إلى لو في قصر صور شهادات ميلادهم. وطبيعي جدا كل الورق اللي احنا ذكرناه في ال8 بنود هيكون معاكم الأصول بتاعته وصوروا نسخة أو نسختين لأن هم هناك بيحتاجوا الأصل بالإضافة لنسخة أو نسختين من الورق، فعلشان ما تعطلش وعلشان هناك مفيش مكان تصوير جهز ورقك وصوروا نسخه او نسختين للاحتياط والضروره لان هم هناك بيحتاجوا الاصل زائد صور. وبكده يكون ده الورق اللي مطلوب منك تجهيزه علشان يتم نقل استخدام السياره لاحد الورثه في الجمرك، وبيتم اختار المرور بنقل الاستخدام لاحد الورثه، وبتتوجه بالعربيه بعد ما يوصل الخطاب من الجمارك للمرور ومعاك نفس الورق لان هناك في المرور بيطلع عليه وبياخد صوره ضوئيه منه. بيتم اصدار الرخصه باسم ورثة فلان الفلاني مع الاحتفاظ بحظر جمارك في الرخصة لفوات ال5 سنوات. الميزة هنا أو الحالة هنا إن أنت تقدر تدفع رسوم الجمركية وتقدر تنقل ملكية تاني يوم. دي كانت معلومة سريعة في كيفية نقل استخدام سيارات المعاقين بعد توفي المعاق.